تمكن المنتخب الكويتي من الفوز بذهبية آسيا في رماية سكيت على مستوى الفرق، وذلك بعد منافسة شرسة وقوية شهدتها بطولة اليوم. نهنئ دولة الكويت على حصول المركز الأول والذهبية على مستوى الفرق، حيث حصدت أكبر عدد من الميداليات الذهبية على مستوى الرماة، وهذا إنجاز كذلك يضاف لما أنجزته الراميات بالأمس الحمد لله. المنتخب الكويتي وخلال البطولة الآسيوية للرماية توج بعدة ميداليات وشهد له بالتفوق عن باقي الدول المشاركة. الحمد لله رب العالمين، كان لدولة الكويت النصيب الأسد في الحصول على الميداليات خاصة الذهبية في جميع المسابقات اللي كانت دبل تراب أو ستراب أو سكيت. الفرحة لن تكمل إلا بعد رجوع العلم الكويتي وسماع السلام الوطني للكويت. ندري إن احنا توجنا في أغلب الميداليات، لكن العلم ISP أو عالم اللجنة الأولمبية كان جدا مؤثر. على المستوى الفردي حاز الرامي سعود حبيب الفضية وتوج بالمركز الثاني بعد منافسة الإمارة الشيخ سعيد مكتوم المكتوم. طبعا كانت منافسة جدا شديدة، والأمانة أمس كان يمكن أنت متواجدة، كان في هواء قوي، وحتى اليوم والله الحمد أن الله وفقني من ضمن 6 الرمات اللي تأهلني دخول الفاينل، ونفس الطريقة بعدين تأهلت مرة ثانية حق الأول والثاني، والله الحمد الله كرمني بالفضية وهي مكتوبة لي طبعا. والحمد لله فريقي أنا وأخوي زيد وناصر الديحاني حصلنا على المركز الأول الميدالية الذهبية. البطولة الآسيوية للرماية اختتمت اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد منافسات شرسة حقق فيها المنتخب الكويتي نجاحات على أرض نادي الفرسان. هكذا أسدل الستار على البطولة ولم يسدل أبدا على الفريق الكويتي الذي كان فعلا متميزا واستحق كل التتويجات والألقاب. لتلفزيون دولة الكويت، ثريا أمالو، أبو ظبي.